إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معكم مي عبد الكريم، مذيعة قناة اليوم السابع الرياضية. مرحبا بكم في قناة اليوم السابع الرياضي، مع الإثارة، مع المتعة، مع الكورة. نبتدي الحكاية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تعليق أبو تريكة على فوز مصر على جنوب إفريقيا. علق كابتن محمد أبو تريكة في الاستوديو التحليلي لقناة بن سبورت القطرية على فوز منتخب مصر قائلا: ألف مبروك لمصر وعقب للقوز بالكأس. ثم تابع تعليقه قائلا: لقد نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في تخطي عقبة مهمة في مشوار بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بالفوز على جنوب إفريقيا بهدف لا شيء في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية. أحرز هدف مصر الوحيد اللاعب محمد صلاح من ضربة جزاء في الشوط الأول، وشهدت المباراة طرد محمد هاني من نهاية الشوط الأول، وخاض منتخب مصر الشوط الثاني كاملا ناقص العدد. رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط، وبات أول منتخب يضمن تأهله إلى الدور التالي من كأس الأمم الإفريقية، وذلك عقب الفوز في المباراة الأولى أمام زيمبابوي بهدفين مقابل هدف، ليضيف اليوم النقطة السادسة كامل العدد ويتأهل للدور التالي. واختتم أبو تركه قائلا: نتمنى أن يواصل منتخبنا الفوز في المباريات القادمة والحصول على الكاس بإذن الله تعالى. شكرا لمشاهداتكم. لو سمحتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من أخبار الكرة وأخبار اللاعبين والمباريات. كان في صحبتكم مي عبد الكريم.